ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض شوربة العدس، من احلى واجمل الوصفات اللي ممكن نعملها دايما في الشتاء. سهلة جدا ومش بتاخد وقت كتير. في زيت سخن هننزل ببصلتين ونشوحهم كويس لحد ما يتبلوا، وبعدين هننزل بجزرتين وطماطمتين. وعلى فكرة تشويح الخضار بالطريقة دي بيفرق جدا في الطعم. معانا كمان 5 فصوص توم، وده ربع كيلو عدس أصفر مغسول كويس ومتصفي. هنكمل تقليب العدس مع الخضار لمدة دقيقتين أو 3، وبعدين هنضيف الملح بتاعنا والفلفل الأسود والكمون، طبعا أساسي في شوربة العدس، وشوية كاري وأي نوع مكعب مرق الدجاج. وبعد كده هنضيف المية، ويفضل تكون مية سخنة. هنسيب كل المكونات دي تغلي كويس جدا لمدة نص ساعة لحد لما الخضار يستوي تماما، ونبدأ نلاحظ ان العدس بدأ يدوب وقوام الشوربة بقى تقيل زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بعد كده هنضرب كل المكونات دي كويس جدا في الخلاط، ونبدأ بسرعة في تجهيز التقلية بتاعتنا. في زيت سخن جدا هننزل ببصلة متوسطة متقطعة زي ما انتوا شايفين، وأول ما تدبل هننزل بفصين توم مفرومين. هنقلب شوية، وبعدين نضيف شوية كمون وشوية شطة حسب الرغبة طبعا، وشوية صغيرين جدا من الكاري. أول ما البصلة تتحمر كويس بننزل على طول بشوربة العدس اللي ضربناها في الخلاط. خلاص كده شوربة العدس بتاعتنا جاهزة. وطبعا ما ننساش عصرة الليمون والبصل الأخضر والعيش المحمص، حاجة كده آخر عظمة. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم وتجربوها على ضمانتي بنفس الطريقة اللي عملتها معاكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وكمان تشتركوا في القناة. تقدروا كمان تتابعوني على فيسبوك وانستجرام وتيك توك.